لو انت في يوم من الايام حسيت ان انت قللت من نفسك كتير قدام شخص معين وعايز تتخلص من الاحساس ده، او كنت بتجري ورا شخص مش عايزك فقللت من نفسك قدامه وحاسس ان شكلك بقى وحش قدام نفسك وقدامه، فهقولك ازاي تتخلص من الاحساس ده، او ازاي ما تحسش انه خد من طاقتك كتير وانت ساكت، او انه كان بيعاملك وحش وانت ساكت عن حقك. بص، أي تصرف وحش يعمله معاك الشخص اللي قدامك، هل هو بيعمله من نفسه غصب عنك ولا أنت اللي بتخليه يعمله بسبب تصرفاتك؟ أنت اللي بتخليه يعمله بسبب تصرفاتك، بس كده. يبقى أنت اللي مديله الإذن. يبقى من هنا هقولك إن أنت ما تحسش إنه ليك حق عند شخص معين، لأن أنت اللي بتتيح ليه الفرصة بتصرف معين، وأنت اللي بتسحب منه الفرصة. يعني أنت اللي متحكم، أنت اللي بتديله المفتاح وبتقوله أنا مديلك فرصة تعمل كده، لو انا ما اديتكش فرصه مش هتعمل كده. يعني انا اللي متحكم مش انت. فاحساسك بالعصبيه انه ازاي الشخص ده كان بيعمل كده وانا ساكت، ده احساس غلط، لانه مش هيعمل كده غير باذنك، وانت اديت له الاذن بتصرفاتك ايا كان بقى السبب ايه، عشان بتحبه، عشان عايز توصل لهدف معين. المهم ان هو ما عملش كده غير بمزاجك. لو انت غيرت كل تصرفاتك دي وما بقتش تجري وراه وكل تصرفاتك اتبدلت للعكس، هل هو هيتجرأ يعمل حاجة؟ يبقى تصرفاتنا هي اللي بتتحكم في تصرفات الشخص اللي قدامنا. لو انا اديته فرصة يدوس عليا هيدوس عليا، لو انا شلت الفرصة مش هيقدر يقلل مني. يبقى ما تحسش ان الشخص اللي قدامك عمل حاجة من نفسه او انت ليك حق عنده، هو بيرد على حسب تصرفاتك.